الابتسامة دي حرفيا وراها شيطان حول حلم النجومية والشهرة لجرايم مرعبة. بس ازاي إنسانة تتحول من مطربة لواحدة من أخطر السحرة والسفاحين على مر التاريخ بعدد جرايم الشرطة نفسها اتفاجئت بيها؟ المطربة السفاحة وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من ماليزيا، وفي قرية من القرى الفقيرة هناك تبدأ قصتنا مع مازنة إسماعيل اللي بدأت حلمها بالغنى وتحول بعد كده لسحر وإجرام. الصحف وقتها أطلقت عليها فنانة بدرجة سفاحة، وقصتها تعتبر واحدة من أبشع القصص اللي ممكن تسمعوها في حياتكم. بس في الأول وكالعادة خليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. مازنة كانت إنسانة طبيعية جدا ونفسها تبقى مطربة كبيرة، وعملت أول ألبوم ليها لكنه فشل بشكل غير مسبوق، فقررت إنها تعاقب المجتمع وبقت من أخطر السحرة اللي ممكن تسمع عنهم، وعملت سلسلة من الجرائم البشعة. لكن الصدفة الغريبة أو بمعنى أدق الترتيب الإلهي كشف كل اللي هي عملته. ونرجع للبداية سنة 1956. السنة دي بالتحديد اتولدت مازنة إسماعيل. أسرتها فقيرة ووالدها كان شغال موظف بسيط، يعني ما يملكش غير قوت يومه، علشان كده خرجها من المدرسة وهي في سن صغير وما قدرتش تكمل تعليمها. وبالنسبة لوالدتها فكانت تعتبر أهم إنسانة ليها في الحياة، وكانت عايشة عشان خاطر بنتها مازنة. والطبيعي لأي أم إن حلم حياتها إن بنتها تبقى أحسن واحدة في الدنيا. بيت مازنة كان عبارة عن مشاكل يومية وكل يوم في خناقة، وفي عز اللي بيحصل ده مازنة كان عندها حلم واحد بس، وهي إنها تبقى مطربة كبيرة وتكون صورها موجودة في كل مكان والناس تتكلم عنها كنجمة مشهورة. وعدت السنين وكبرت مازنة وبدأت تنزل تشتغل في مصنع عشان تحسن من دخلها هي ووالدتها، لأن في الوقت ده والدها كان اتخلى عنهم وساب البيت. وفي يوم صاحب المصنع واللي اسمه محمد فندي كان بيمر على العمال وشاف مازنة واقفة بتشتغل، لفتت نظره فقرر انه يروح ويتكلم معاها ويتعرف عليها اكتر. اعجب بيها خصوصا انها في التوقيت ده كانت بنت صغيرة وجميلة، وفي وقت قليل عرض عليها الجواز، خصوصا انه كان اعزب وعايش لوحده. والأهم بالنسبة لمازنة إنه كان راجل غني جدا، وطبعا بالنسبة لها دي فرصة العمر، لأن الجوازة دي هتريحها هي ووالدتها وتغير عيشتهم بالكامل. واتجوزت مازنة وغيرت اسمها وبقى اسمها منى فندي. بس فرحة منى مش بتكمل، لأن بعد الفرح بكام يوم توفت والدتها، ومن اللحظة دي ينتهي الفصل الأول في حياة مازنة ويبدأ الفصل الجديد. وتدخل منى في حالة اكتئاب شديدة ما تخرجش منها غير بمساعدة جوزها محمد، اللي بعد جوازها منه شافت انه راجل حنين جدا ومستعد ينفذ لها كل اللي بتحلم بيه. كان بينفذ لها اي حاجة حرفيا هي بتطلبها، وكان جايب لها بيت كبير بخدم، حولها من مجرد بنت فقيرة لهانم في قصر، وده عمرها ما كانت تحلم بيه. بس لسه منى عندها حلم الطفولة إنها تكون مطربة ومشهورة. كلمت محمد وعرضت عليه إنه ينتج لها ألبوم غنائي، وعشان محمد بيحبها قرر ينفذ لها طلبها، وفعلا أنتج لها ألبومها الأول. بس لما نزل السوق فشل ومحدش تقريبا سمعه، ويمكن ما يكونش اتباع منه نسخة واحدة. محمد ما عملش أي حاجة لأنه ما كانش فارق معاه المكسب أو الخسارة، هو كان فارق معاه بس إنه يبسطها. وطبعا العكس هو اللي حصل، ورجعت تاني لحالة الاكتئاب. وكان في الوقت ده ليها خادمة مقربة قالت لها أنا أعرف شيخ كويس ممكن تروحي له وتتكلمي معاه، وهو هيحقق لك كل اللي بتحلمي بيه، وهيخلي الناس تسمع أغانيكي وتبقي نجمة مشهورة. منى لما سمعت الكلام ده الأمل رجع لها تاني، وما كانش فارق معاها إيه الطريق اللي هتمشي فيه، وكل اللي كان فارق معاها إنها تكون مطربة ومشهورة. وراحت فعلا للشيخ ده اللي المفروض إنه هيحقق لمنى كل أحلامها. اتكلمت معاه ووعدها إنه هيبدأ يحقق لها الشهرة اللي بتحلم بيها. بس منى تخلت عن حلمها وطمعت في حاجة تانية وطلبت أغرب طلب. منى طلبت من الشيخ أو بمعنى أصح الدجال إنه هيعلمها السحر وهي هتعمل كل حاجة بنفسها. طلب غريب وهو نفسه مش متعود عليه، والأغرب إنها مش عاوزة حاجة معينة عشان تحل بيها مشكلتها، دي طلبت منه إنه يعلمها كل أساليب السحر وخصوصا السحر الأسود وتحضير الجن، وعرضت عليه مبلغ كبير جدا خلاه ما يرفضش
ويبدأ فعلا يعلمها، وكانت بتروح له تقريبا بشكل يومي. ومرة في التانية محمد جوزها بقى بيروح معاها هو كمان. فضلت تروح للدجال ده فترة طويلة، وفي الوقت اللي الناس بتكون نايمة فيه هي بتكون عنده عشان تتعلم وتمارس كل أساليب السحر. منى عجبها وضعها الجديد وحست إنها بالطريقة دي هتعمل كل اللي هي عايزاه، وده من غير ما تستعين بأي حد. وبما إن جوزها راجل غني وليه علاقات، فبالتالي هو ليه نفوذ كبيرة في البلد، والنفوذ دي كانت واصلة لمسؤولين كبار. منى كانت مخططة لكل حاجة صح، وكل خطوة كانت حاسباها كويس. عشان كده قررت إنها تستعين بنفوذ جوزها ومعارفه في البلد عشان تحقق اللي هي عايزاه. وفي الوقت ده كانت متأكدة إنها وصلت لمكانة كبيرة في عالم الدجل والسحر، فقررت إنها تعتمد على نفسها وتشتغل لوحدها. وطبعا كانت محتاجة كفر أو مسمى راقي تظهر بيه قدام المجتمع، لأنها أكيد مش هتقول للناس أنا ساحرة ودجالة، بس ممكن تقول أنا معالجة روحانية. العلاج الروحاني هو السبوبة اللي انتشرت للأسف في الوطن العربي، والناس كلها تقريبا بقت شغالة في الموضوع ده، واللي بقى ليه مسميات وتخصصات: العلاج الروحاني والعلاج بالطاقة وغيرها من المسميات. ومعظم الناس دي دجالين وبيستخدموا الجن والسحر في شغلهم، وده بالظبط اللي عملته منى. بدأت تقدم نفسها للمجتمع على إنها معالجة روحانية بتعالج بالعلم والكتاب بعيدا عن الدجل والخرافات. ولأن جوزها زي ما قلنا معارفه كانت كبيرة جدا، فده خلاها في وقت قصير قدرت تبني قاعدة جماهيرية بين الناس. والوسط اللي اتشهرت فيه كان من صفوة المجتمع، رجال أعمال ومشاهير وكمان مسؤولين كبار في البلد. كلهم بقوا عارفين منى وبقى يروحوا لحد عندها عشان تحل مشاكلهم. اللي يقول لها ان في منافس ليه او مسؤول كبير مثلا مضايقه، وبعدها بايام تلاقي المنافس او المسؤول ده جاله مرض ملوش اي علاج، او انه عمل حادثة وتوفى في ظروف غامضة. ومش محتاج أكد على حضراتكم إن اللي بينفع وبيضر هو ربنا سبحانه وتعالى، وإننا مجرد أسباب. وده اللي خلى منى ليها مصداقية أكتر وزود شهرتها، وفي نفس الوقت وصلت لمكانة كبيرة في عالم الجن، لأنهم كانوا بيطلبوا منها قرابين كتير. أحيانا كانوا بيطلبوا منها حيوانات زي القطط مثلا، وأحيانا كانوا بيطلبوا منها أطفال. الموضوع كان بيتطور ووصل لدرجة إنهم بدأوا يطلبوا منها ناس كبيرة. منى لوحدها علت معدل الحوادث والاختفاء لنسبة كبيرة في الوقت ده. الشرطة لاحظت إن في حالات وفاة كتير جدا، وكلها تقريبا ملهاش أي تفسير، ده غير حالات الاختفاء الغريبة واللي ساعات بتطول رجال أعمال ومسؤولين كبار في البلد. والغريب إن كل الحوادث دي ملهاش أي تفسير وكلها ضد مجهول. لما تلاقي 2 مسؤولين بيتنافسوا على الترشح لمنصب معين وفجأة واحد فيهم يتوفى أو يختفي، والمفاجأة إن كل ده بيكون من تخطيط وتنفيذ منى فندي. منى بقى ليها كلمة ونفوذ حتى على مسؤولين كبار في البلد، لأنهم كانوا بيستعينوا بيها ويطلبوا منها إنها تنفذ لهم طلباتهم. الغريب إزاي واحدة كان كل حلمها هو الفن والشهرة تتحول التحول ده، وتقريبا الحلم الوحيد اللي حققته هو الشهرة، بس بقت مشهورة بالعلاج الروحاني في الظاهر وفي الباطن بالدجل والسحر. محمد جوزها كان بيساعدها في كل حاجة بتعملها، وكان معاهم مساعد تاني اسمه جوريمي حسن، تقدروا تقولوا انه الخادم المخلص بتاعهم. وفي يوم من ايام سنة 1993 حصلت الحاجة اللي القدر كشف بيها كل اسرارهم. في الوقت ده كان في شخصية مشهورة في البلد على المستوى السياسي، والراجل ده كان اسمه مزلان إدريس. مزلان كان عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، وفي نفس الوقت كان نازل قدامه مرشح قوي جدا وليه شعبية وكل الناس حواليه، بس مزلان كان خايف انه يخسر قدامه. وطبعا في الوقت ده مفيش حد يقدر ينقذه الا هي. قرر انه يلجأ لمنى علشان تساعده. راح لحد عندها وعرض عليها انه يدفع كل اللي تطلبه في مقابل طلب واحد بس، انه يفوز في الانتخابات بكرسي الرئاسة. طبعا بالنسبة لمنى دي فرصة العمر، فاستغلت الموقف وطلبت منه مبلغ كبير جدا في التوقيت ده، واللي وصلت قيمته ل2.5 مليون. دفع 500,000 وملكية 10 أراضي قيمتها 2 مليون. تم الاتفاق، وقالت له إن في جلسات لطقوس هتتعمل في الأول، وإنك لازم تكون موجود وقت الطقوس دي. وطبعا وافق على كل حاجة بدون تفكير أو تردد. وعشان الإقناع أكتر والإيهام النفسي، منى ادت له طاقية وقالت له إنها كانت بتاعة الرئيس السابق، وطلبت منه إنه يلبسها لأن عليها رموز وطلاسم هتفيده وهتحميه. وفي يوم كلمته وقالت له إنه لازم يجي حالا، ولما سألها عن السبب قالت له إنه لازم يجي دلوقتي عشان نبدأ الطقوس النهاردة، وإلا كل حاجة هتبوظ. وطبعا هي كانت خلاص سيطرت على فكره واستغلت طمعه. راح فعلا ودخل أوضة جوه البيت على جدرانها رموز ورسومات مرعبة
بترمز للشيطان. وكان محمد جوزها وحسن الخادم قاعدين في غرفة داخل الغرفة. دخل مزلان ولقى دايرة مرسومة على الأرض وجواها كلام غريب. طبعا هو مش فاهم معنى الرموز والطلاسم، بس أكيد هو عارف منى هتساعده ازاي. منى قالت له اقعد جوه الدايرة دي وردد ورايا كل الكلام اللي هقوله. وفعلا ردد وراها وسمع كلامها لحد الآخر، وبعدين طلبت منه انه ينام على بطنه. ولما نام حسن فضل يرمي عليه حاجات غريبة، وده طبعا عشان التمثيلية تكمل. ممكن تفكر ان مزلان كان اصلا طعم عشان يكشف منى، وللأسف ظنك مش في محله، لان منى مسكت سيف وفصلت راسه عن جسده. لحظة صمت سيطرت على المكان، والأحمر غرق لبسهم والأرضية. تخيلوا معايا المشهد، راس مفصولة عن الجسد، ومنى ماسكة في إيديها السيف وعمالة تقول كلام غريب، ومحمد وحسن بيرددوا وراها اللي بتقوله بالظبط، وكأنك بتتفرج على مشهد من فيلم رعب. وأكيد السؤال اللي بيدور في ذهنك دلوقتي هي ليه منى عملت كده أصلا؟ والإجابة ببساطة إنها ما كانتش ناوية تساعده من الأساس، هي كانت ناوية تضحي بيه وتقدمه قربان، لأنهم طلبوا منها قربان جديد، ومن سوء حظه إنه ظهر في التوقيت ده، فخدت منه الفلوس وقدمته قربان. والكلام اللي كانت بتطلب من مزلان انه يردده وراها هو عبارة عن طلاسم كانت بتستدعي بيها الجن علشان يحضروا وتقدم لهم الهدية الجديدة او القربان. وبعد ما خلصت الطقوس الخاصة بيها طلبت من حسن انه يدفنه في الجنينة. وبعد كل اللي حصل ده مزلان اختفى تماما، ومحدش عارف هو راح فين ولا كان قايل لحد هو رايح فين عشان يعرفوا طريقه. وفي يوم 2 يوليو سنة 1993 اتقدم بلاغ عن اختفاء مزلان إدريس المرشح الرئاسي، وفي ساعات قليلة الخبر بقى حديث الشارع والصحف، وتحولت لقضية رأي عام، وكل منتظر رجوعه أو معرفة سر اختفائه، لأن المفروض في وقت زي ده إن يكون ظهوره أكتر من غيابه عشان يلم الناس حواليه زي المرشح المنافس. لكن فجأة وبدون مقدمات مزلان اختفى، وعيلته ما كانتش عارفة هو راح فين، فاضطروا إنهم يبلغوا الشرطة، وللأسف حتى الشرطة ما عرفتش توصل لأي حاجة، وقعدوا فترة طويلة في البحث عن مزلان. وكان من البديهي وقتها إن كل الاتهامات تتوجه لمنافس مزلان، وقالوا إن هو اللي عمل كده فيه عشان يبعده تماما عن الساحة ويكسب في الانتخابات. لكن صدفة غريبة حصلت، والصدفة دي غيرت كل حاجة. الصدفة اللي حصلت أو الترتيب الإلهي كان يوم 13 يوليو، يعني بعد حوالي شهر من اختفاء مزلان إدريس. كان في كمين واقف على الطريق، والضباط اللي في الكمين لاحظوا إن في عربية داخلة عليهم وماشية بسرعة عالية لدرجة إنها اخترقت الحواجز الخاصة بالكمين. وكان من الطبيعي إنهم يوقفوا الشخص ده عشان المخالفة المرورية، واللي كان سايق العربية وقتها كان حسن خادم منى. بان عليه وقتها الخوف والارتباك، والظابط حس ان في حاجه غريبه وان رد فعل حسن مبالغ فيه. بس حسن كان فاكر ان الكمين ده كان موجود عشان يتقبض عليه وانه اتكشف، فبدا يقول انا ماليش دعوه وما عملتش حاجه وماليش اي ذنب، منى هي السبب، هي اللي قتلت وهي اللي عملت كل حاجه وانا كنت بنفذ اوامرها، انا ما كنتش موافق ولا راضي. وقتها راحوا بيه للقسم لانهم ما كانوش فاهمين اي حاجه، بس من الواضح ان الراجل ده وراه قصه كبيره، فقرروا انهم يتحفظوا عليه لحد ما يهدى. واول ما هدي واجهوه بكل الكلام اللي قاله. في البدايه انكر وقال انه ما كانش في وعيه وكان سكران، لكن بعد شويه ضغط عليه اعترف بكل حاجه، واللي اعترف بيه كان مرعب اكتر من كل اللي اتحكى. قال ان مزلان إدريس المرشح الرئاسي المختفي اتقتل، وانا عارف مين اللي قتله، وعارف كمان مكان الجثمان، وحكى الحكايه بالكامل. والمرعب ان مزلان ما كانش مجرد قربان، ده كان مطلوب بعد تقديمه قربان تقسيم الجثمان ل 18 جزء، وده تحديدا للدخول لمرحله جديده في عالم الجن، وانهم كمان يطبخوا اجزاء منه وياكلوها. وده فعلا اللي حصل. الشرطة بتروح معاه البيت منى، وحفروا في المكان اللي دلهم عليه في الجنينة، واستخرجوا فعلا منه جثمان متقسم ل 18 قطعة. وبعد إجراء DNA تم إثبات إن ده فعلا جثمان مزلان إدريس المختفي. وطبعا البيت ده بيت منى ومحمد، فالشرطة مش محتاجة لأي دليل. بس مش ده الغريب، الغريب إنهم دخلوا يفتشوا في البيت اكتشفوا جواه حاجات مرعبة، بقايا عظام بشرية وجماجم أطفال وأعضاء بشرية. ده غير إن الحيطان كلها كانت متلطخة باللون الأحمر وعليها طلاسم ورموز شيطانية. حتى ديكور البيت مخيف ويقبض القلب، مع إضاءات خافتة اللي تحسسك إنك دخلت بيت رعب، بس الرعب الحقيقي كان مدفون في الجنينة.
الشرطة طلعت كمية جسامين كتيرة ملهاش أول من آخر، جسامين لعائلات كاملة مدفونين سوا، ده غير جسامين لأطفال ملهاش عدد. الشرطة والطب الشرعي ما كانوش مصدقين اللي هم شايفينه. القضية دي قلبت البلد كلها، وتم القبض على منى ومحمد وحسن. وفي يوم 12 سبتمبر من نفس السنة اتوجه لهم مجموعة تهم كتيرة بين القتل والنصب، وفي الآخر اتحكم عليهم في 1 يناير سنة 1995 بالإعدام. كل الصور اللي منشورة لمنى في الصحف وقتها تحسسك إنها فعلا مش إنسانة، وده مش مجرد وصف لبشاعة أفعالها، لا هي فعلا ملامحها وابتسامتها اللي كانت بدون أي مبرر يحسسوك بكده. في مصادر بتقول إن منى كانت عمالة تردد كلام غريب داخل محبسها، زي أنا مش هموت وكلكم اللي هتموتوا وأنا اللي هفضل ومش هنتهي بالسهولة دي. بس في النهاية وبعد 6 سنين من المحاكمات اتنفذ فيها حكم الإعدام يوم 2 نوفمبر سنة 2001. مش دايما كل اللي بيلمع هيكون دهب، الحية جلدها ناعم بس لو لمستها هتسمك. اوعى تغرك الشهرة والأضواء، لأن المشهور ده بني آدم زيه زيك، وارد إنه يكون ضعيف النفس وشيطانه هو اللي سايقه. أظن معنى الرسالة مفهوم. اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن إيه الفترة الجاية. لايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.